أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وأصدقاء فلسطين في الفيديو الثالث من الدورة المجانية للتطريز الفلسطيني على قناتنا قناة نينو وورد. في هذا الفيديو رح نحكي عن المحور الثاني من محاور الدورة وهو الخط العمودي. رح نبدأ بالشرح على الورق ومن ثم نطبق على قماش الإتمين. طبعا الخط العمودي هو عبارة عن غرز بترسم الشكل العمودي، كل إكس من هاي الإكسات يمثل غرزة، وبالتالي وبعدها انصفت كلها على بعض عملت لي الخط العمودي. أنا كيف بدي أعمل هذا الشكل على الإتمين؟ راح نرسم أول إشي فتحات قماش الإتمين، هاي الفتحات راح أرسم خط عمودي منها. طبعا قطعة مليانة فتحات، راح أركز فقط على محور اليوم وهو الخط العمودي. راح أبدأ بترقيم هاي الفتحات كما عملنا في فيديو غرزة البداية، 1 2 3 4، 1 2 3 4، وهي 1 2 3 4. راح ندخل في الإبرة من الأسفل إلى الأعلى في رقم 2، ثم نروح على 3، ونرجع من تحت من 3 إلى 4، نطلع من 4 وننزل على 1 في الغرزة اللي تحتها. نكرر هاي العملية بحيث نحصل على نصف الأول من الإكس. بعدها رح نطلع من 4، وصلنا لنهاية الخط العمودي. رح نطلع من 4، ما رح ننزل لتحت لأنه خلص هاي نقطة النهاية للخط العمودي، فرح نطلع من 4 وندخل في 1، وبنطلع من 2 وندخل في 3، ونكرر العملية بحيث نحصل على الإكس كامل، والخط العمودي يصير عنا جاهز. خلينا نطبق على الإتمين، راح يكون الشرح إن شاء الله أوضح وأسهل. الأدوات اللي راح نحتاجها: خيوط التطريز، الإتمين، إبرة التطريز وندخل فيها خيط، والمقص. حتى نعمل عقدة في نهاية الخيط كما شرحنا سابقا في غرزة البداية، راح ألف الخيط حوالين أول الإصبعي بهذا الشكل، أعمل فرك بحيث يتداخل الخيط في بعضه يعطيني هذا الشكل، ومن ثم أشد الخيط للنهاية. هيك حصلت على عقدة في الخيط. نتخلص من الزيادة وبنخلي العقدة على نهاية الخيط. راح ندخل في رقم 2 بشكل عشوائي، راح أدخل في أي فتحة وأعتبرها هي رقم 2. من 2 راح أنزل على 3، هيك بكون حصلت على أول جزء من أول غرزة. ما راح أكمل الغرزة كاملة، راح أدخل من 3 إلى 4 وبعدها أنزل على الغرزة اللي بعدها. أنا هيك دخلت في 4 من الخلف، راح تكون أوضح لما نعمل غرز أكتر. وأنزل على اللي تحت بحيث أحصل على الجزء الثاني تحت. راح أكرر العملية بحيث أرسم خطوط مائلة صغيرة، وهي الجزء الأول من الغرز. من الخلف راح تكون على شكل داش متوازية فوق بعضها. وصلت لنهاية الخط العمودي. أنا في هاي الفتحة
دخلت فيها، راح اطلع من هاي اللي جنبها، راح اعمل الجزء الثاني من الاكس حتى اكمل باقي الغرز واقفلها كلها بحيث احصل على خط عمودي كامل بهذا الشكل. هيك صارت عندي هاي غرزة كاملة، لكن اللي فوق كله نص انصاف غرز. راح ندخل من هان ونعمل الجزء الثاني من اكس، الغرزة قبل الأخيرة. وراح نكمل حتى نخلص الخط العمودي كاملا. هيك حصلت على خط عمودي من غرز التطريز الفلسطيني. من الخلف راح تكون الغرز عبارة عن داش، كلها قطع صغيرة متوازية بشكل فوق بعضها. طبعا في الخلف لازم يكون الشغل عنا مرتب ومش عشوائي، لأنه راح يأثر علينا إذا كان كمية التطريز تاعتنا أو مساحة التطريز تاعتنا كبيرة. فوجود عشوائية أو عدم ترتيب في ظهر الشغل راح يأثر على الفينش تبع الشغل. يعني لو هاي القطعة مثلا قطعة كبيرة وأنا بدي أطرزها كلها وأحطها في شنطة أو توب تطريز فلسطيني أو أي قطعة قماش أو قطعة ملابس، فالفينش راح يتأثر بظهر القماش أو ظهر التطريز، فلازم ما يكون عشوائي، لازم يكون مرتب. هيك بنكون خلصنا الخط العمودي من التطريز الفلسطيني. أتمنى يكون الشرح واضح وسلس. إن شاء الله الفيديو الجاي راح ناخد أو راح نشرح الخط الأفقي. بتمنى منكم ضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة حتى تتابعوا معنا سلسلة فيديوهات الدورة المجانية للتطريز الفلسطيني وما يفوتكم منها أي فيديو.